السابقة، لأنه لأول مرة تحضر فيها 45 دولة عربية وإسلامية، بما في ذلك الدول العربية الخليجية التقليدية والرئيس الإيراني والرئيس التركي. لاحظنا مؤخرا أن رئيس إيران ووفد كبير مشاو لتركيا، ثم تقارب تركي روسي، وزير الدفاع تقارب سوري تركي إيراني روسي. إذا كان الدول العربية أحسنت توظيف ورقة المقاومة وقطعوا مع لعبة الفتن اللي كانوا يلعبوا فيها حروب الوكالة لغيرهم. لاحظنا تقارب مصري إيراني، مصري تركي. إذا كان مصري سعودي، إذا كانت تواصلت هذه التحالفات الإقليمية أو التنسيق الإقليمي والاستفادة من ورقة المقاومة، ومع أنه كل الأطراف تقوم بنقد ذاتي، مع العلم أنه ثم تطورات والناس كل دول تقول فيها حتى داخل السلطة الفلسطينية. بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، كما كنا نحكيو على تونس، تعتبر النخبة القديمة ثم رموز يلزمها تمشي، مش فقط نتاع قادة المقاومة من حماس والجهاد، وكذلك من السلطة الوطنية الفلسطينية ومناطق التحرير. يقول لك هذا ما السلطة موجودة على الأرض ولكنها لا تؤثر في الواقع، وبالتالي المنطقة مقبلة على تغييرات كبيرة ربما في سياق التحركات العالمية. كلمة أخيرة، يلزم أمن المنطقة